السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. مشتاقة لكم كلش هواية، مشتاقة لكم واني اسفة على الغيبة يعني بهاي المدة. بس عذروني يعني، وارجع واقول لكم وبسبب النت يعني ما اقدر احمل اي فيديو. عندي فيديوهات هواية مصورتهن بس ما اقدر احملهن بسبب النت. يعني هنا النت اذا احمل لي فيديو او اثنين او ثلاثة تجي غرامة علينا، وما أعرف يعني إذا أحد يعرف بهذا الشي أو أي شركة. يعني لو أحد يتابعني مصري، يعني لو أي شركة، هسه إحنا النت على شركة وي. هاي الوي ماكو يعني غرامة 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 ورا غرامة. إذا نحمل أي فيديو أو نفتح أي فيديو على اليوتيوب أو ننزل أي فيديو على اليوتيوب، يعني تجينا غرامة هواية بالألف وألف ونص وخمسمية، يعني مدة شهر وأسبوعين ويضعف النت عندنا وينسد. إن شاء الله بلكت إذا أحد يعرف يفيدني. هنا أنا هسه طبعا أول مرة أسوي السمك بشقتي. هنا هذا السمك جبت إحنا عندنا نصيح له هذا أبو خريزة أو بياح وشانق، بس هنا بمصر يصيحون للشانق بلطي، هذا السمك اللي شبه الأبو خريزة اللي عندنا يصيحوا له بوري. هذا هسه ذني الأربع سمكات صارن كيلوين. يعني لا تشوفوهن، خاف بالتصوير ما مبينات كبار بس هن لا كبار. هنا يعني الحلو انه ينظفوا السمك يعني هي هنا ما غاسلت لي اياهن البنية اللي كانت يعني واقفة بالمحل، بس أنا أكيد راح أغسلهن وأنظفهن، وإذا بيهن أي قشور بعد هم راح أشيلهن. بس يعني هن كبار ودسمات بيهن دهن وكبار، يعني كبار مثل ما تشوفون. أنا هيك أقسمها، ما يعني أحبها تقرمش، ما أحبها تكون يعني لينة. هنا أنا هسه تشوفون دا أغسل بيها، وإذا بيها أي شي أشيله وأنظفه. بس ما عندي الفرشة مالت السمك بعدني ما مشتريتها. أحاول إنه أشيلن هذا كل سواد البطن من داخلها. والسمك هنا يعني اللي يسألني، طبعا هو معروف العراق أبو السمك، اللي يعني أحلى الأنواع السمك ممكن نحصلها بالعراق. بس الشانق هنا يعني طعمه طيب، طعمه طيب مثل اللي عندنا. ويعني يكون بأحجام كلش كبيرة. يعني احنا ما نلحق نخليه يمكن يوصل لهالأحجام، أو أنا ما شايفة هالحجم. بس يعني هو نفس الأسعار، للي يسألني على الأسعار نفس الأسعار اللي موجودة بالعراق موجودة هنا. الفرق بس هذا السمك هسه تشوفون اللي شبه الأبو خريزة، هذا البوري يعني سعره رخيص مو غالي، سعره 60 جنيه تقريبا، تطلع ألفين ونص عراقي الكيلو. هذين الثنين صارن أكثر من نص كيلو، وهذاك الشانق صارن كيلوين ونص وزيادة، كيلو ونص. يعني هذني طالعات علي تقريبا كيلوين وشوية. هذا السمك كله اللي تشوفوه أنا أحط له ملح وكمون. وهنا أنا هسه أسوي التمن، راح أسوي وياكم، ولحد يقلد على القدور اللي عندي، لأن أنا ما أخذت القدور الزينة من عمتي، أخذت القدور اللي ما تستعملهن، أخذت القدور المو زينة. تشوفون حتى هالخاشوقة اللي قاعد أستعمل بيها أخذتها من عندها. يعني شنو الأشياء اللي ما تستعملهن وتاركتهن أخذتهن بس كتمشية حال. إن شاء الله يعني فيديو من الفيديوهات أسولف لكم شنو الأشياء اللي مريت بيهن، وأسوي لكم جولة بالشقة. الحمد لله هي انطتنا هواي أثاث، يعني كل الأثاث اللي موجود عندها، فيعني ما حبيت إنه آخذ الأشياء الزينة. هذني يمشن. هذا ستقولوا لي جلفي بالسيم، والله ما يطلع، جلفته هواي هواي، لأن هو ما أعرف كان القدر محروق كلش قوي محروق. فيعني أحاول أغسله حسب يعني اللي أقدر له، وإن شاء الله لو قدرت أشتري قدور جديدة. أنا أشتري هنا القدور بمصر كلش حلوة. فأحاول أجيب لي سيت قدور، ومنها ينفعني إنه آخذه وياي أو أطلبه
من غير مكان. ادعونا بالتسهيل. هنا أنا مثل ما تشوفون وياي راح اسوي التمن يختلف عن التمن اللي نسويه بالعراق، لا تمن احمر ولا شي. حمست اول شي البصل وحطيت عليه الشعرية. جربوا هاي الطريقة، جربوها وقولوا لي شنو رأيكم يعني كتغيير. من بعد ما تحمس الشعرية والبصل زين، اخلي عليه الرز المصري. الرز المصري حلو بالطبخ بس ما إله طعم الصراحة، ما إله طعم، مو مثل التمن الياسمين والتمن العنبر اللي موجود عندنا. ذنيك طعمهن يعني كلش طيب، بس الرز المصري يعني ما بي طعم، فدائما هم يسووا رز وشعرية. يعني يسووا هنا حتى شوية يتنكه. هنا هسه مثل ما تشوفون حطيت ملح وكمون وفلفل أسود ودارسين و... وحطيت بعدين مكعب مرق ماجي حتى يعطيها نكهة طيبة. والدارسين والكمون والفلفل الأسود ويا هذا التمن كلش طيب يطلع وياه. وأخلي عليه مي يا دوب يغطي التمن بشي بسيط، يغطي لأن حباية الرز المصري تكون ناعمة، ما تكون كبيرة وتنشر هواية. فيعني هو ما يحتاج مي هواية حتى ما يخرب وياكم ويكون عجين. لا تشوفون هي يعني هاي الكمية المي اللي انا حطيتها شلت من عندها كلش هواي. هنا هسه تشوفون هيك المي قللته وخليته يغلي لحد ما هيك حاول ينشف، قلبته ونصيت النار عليه حتى تنشف كلها. نصيت النار. هنا تشوفوه بعد ما مستوي بعد بمي، بس تنصون عليه حتى يتهدر، لا كله يصير حبايته حلوة ومو كلها متلزقة ببعض، بس ما يصير نثري. يصير هو استواء حلو بس مو نثري مثل ما احنا متعلمين عليه. يعني العراقيين يعرفون، يعني لو يتابعون المصريين اكون فرحانة انه بصراحة اكثر دولة كان نفسي ان ازورها هي مصر. هسه يعني تقولوا لي غير قارة ترحين، اي والله اكثر شي كان بنفسي انه ازوره مصر. واول سفرة صارت الي واول ختم عالجواز هو المصر الحمد لله. بس لحد هسه انه لا طلعت لا شفت اماكن لا رحت مطاعم ما رحت لاي مكان غير سوق الجمعة. رحنا السوق الجمعة انا وعمتي، وهم يعني قاعدين شوية بمنطقة هنا شعبية، فما قاعد تصير أي فرصة إنه نطلع ونتونس ونشوف أماكن. وهسه إجا الشتاء فتشوفوني قاعدة بالبيت 24 ساعة، لا طلعة ولا طبة، نظف وأطبخ وأكل وهاي حياتي. يعني صار لي 3 أشهر أني بمصر، ما رحت أي مكان غير حديقة الحيوانات والشط. هذا اللي رحت له، وهم صارت راحتنا يعني صدفة ما كانت متخططة لها. حماتي اخذتنا الهن، يعني صارت صدفة. فيعني تشوفون اغلب وقتي طبخ وتنظيف واكل. هنا شوفوا هسه هذا السمك يعني شي رهيب، صار طعمه كلش طيب بس ما قليته بزيت كلش غزير يعني ما يبس. والسمك البوري هذنيك الطوال طعمهن كلش طيب كلش طيب بالضبط طعم ابو خريزة العراقي، احنا نصيح له ابو خريزة او حرش. وهذا يعني الغدانة. شوفون الرز طب كلش طيب ويا السمك، والسمك هنا برد لأن أبو شهد تأخر علينا، وزلاطة طبعا خس وطماطة وبصل وهذا اللي موجود عليها ليمون. ان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم ولو سريع وبسيط، بس يعني كلش كنت مشتاقة لكم. مع السلامة.